الربع الأخير من العام بكل سنة حركة هلال الزائرين بتقوم بريادة وتنظيم مهرجان الطفل العالمي. طبعا على مدار السنة نحن نقوم بجاهزيات تدريب هالأطفال هاي من الناحية التنظيمية كمان من الناحية الفنية كمان، يعني الجانبين الطرفين مع بعض عم ندمجهم، لأنه نحن نعرف أنه أطفالنا شجرة اليوم هي شجرة الغد، فنحن حابين أنه نبني مجتمع ديمقراطي حر. بداية أكيد رح نبلش بأطفالنا، فعلى هالأساس نحن كحركة هلال الزائرين أهدافنا الأولى كمان من ضمن أهدافنا الأولى هي بناء الطفل على الفكر الحر، الديمقراطية، على تعايش الشعوب مع بعضها. على هالاساس هذا نحن كمان نقوم بدورات تعليميه كمان للاطفال جانب الفنيه، لانه نحن نعرف انه بالاساس يجي الثقافه بعدين يجي الفن بعدها، فنحن عم نمشي على هالطريق هذا. طبعا مثل ما شفتوا كمان تحضيرات والتدريبات اللي عم تصير خلال ضمن المركز كمان من المكونين المتواجدين الكردي والعربي. على هالاساس حاليا نحن في عندنا فرق من المكون العربي، فرق من المكون الكردي، كل مين يمثل التراث اللي خاص فيه. نحن هون كمركز ثقافه وفن او كحركه هلال الزائرين ماشيين على مفهوم او مبدا انه كل انسان يحق له يمثل ثقافته بطريقته الخاصه فيه مع احترام الثقافات الثانيه المتواجده طبعا. فنحن حابين نبني هالفكره هاي عند اطفالنا حتى لما يصيروا شباب، حتى لما يكبروا ضمن هالمجتمع هذا يكون فعلا نحن واصلين لمجتمع حر، لمجتمع ديمقراطي. فعلى هالاساس نحن نعمل بكل طاقتنا بكل جهودنا انه نحن نغرس عند هالطفل هذا بالبدايه حب الوطن بالدرجه الاولى عنا، المشي طبعا بطريقه الحريه وفكر القائد عبد الله اوجلان، لانه بالفعل هو فكر حر هو اللي يفتح الطرقات قدامنا. فعلى هالاساس هاي نحن دائما زياراتنا كمان متواصله على اهالي الاطفال اللي ضمن المركز، او حتى الاطفال اللي مو ضمن المركز نحن عم نزور مثلا داخل الكومينات، نعرف على انه ايش معنات المركز الثقافي، ايش معنات حركه هلال الزائرين، كيف الدعم اللي راح يصير من ضمن هالحركات هاي، لانه ضمن المركز بالدرجه الاولى الاطفال التابعين لحركه هلال الزائرين هي اللي مسؤوله عن تنظيمهم، هي اللي مسؤوله عن امور الثانيه، اي امور خاصه فيهم. فلهالسبب تقوم بعقد او تقوم بهالفعاليه هاي بمهرجان من كل سنه، حتى الاطفال كمان يتشجعوا ويصير عندهم يكسروا حاجز مثلا الخوف او حاجز التردد او هالحواجز هاي من الصغر، يعني نبني عندهم انه مثلا الثقه بالنفس حتى يكونوا واثقين من انفسهم. فعلى هالاساس هاي دائما نحن نسعى انه نزود عدد الاطفال ضمن المركز حتى نوصل لاكبر عدد اطفال موجود ضمن المنطقه، يتعايشوا ضمن الفكر الحر، ضمن اخوه الشعوب المتواجدين ضمننا حتى تسهل عليهم الحياه بالمستقبل. طبعا كمهرجان الطفل هو اكيد بالدرجه الاولى برياده حركه هلال الزائرين، طبعا بمشاركه كمان مثلا المراكز الثقافيه المتواجده ضمن اي منطقه كانت، او اي مركز يدعم الاطفال كمراكز رعايه الطفل كمان يحق لهم هن كمان يشاركوا ضمن هالمهرجان هاي، او اي مكون مثلا كرفاقنا الارمل، الاشور، السوريان، هن كمان من حقهم انه اطفالهم يشاركوا ضمن هالمهرجانات، وعم يشاركوا يعني بالمهرجانات اللي سابقه شاركوا ضمن هالمهرجان، عطوا لون وغنى اكثر لهالمهرجان، اختلفت الثقافات فصارت مثل لوحه فسيفسائيه شكلت يعني منطقه واحده بكذا لون، يعني هاي أكبر معاني الحرية ضمن المنطقة. في نقطة أساسية نحب نركز عليها كمان وما ننساها، بالنسبة لمنطقتنا كمان تعتبر يعني خط جبهة أول، الهجمات التركية متواصلة علينا بشكل كامل، فنحن حابين إنه هالأطفال نكسبهم، نطالعهم من جو الحرب، من هالجو هاي، نخلق عندهم أمل، حب للحياة أو حياة جديدة ضمن هالمركز هون. طبعا بالبداية بداية الأزمات وهالحروب اللي صارت الهجمات التركية لاحظنا إنه حتى الطفل نفسيته فورا تتاثر بهالجوانب هاي، جوانب الحرب طبعا اكيد تاثر على الكبير والصغير، بس الطفل بلكي مو الاكثريه يعطي اهتمام، انه طفل بالاخير، بس هو طفل يتاثر اكثر من الكبير يعني، بس ما في يعبر عن هالامر هذا. فنحن حبينا انه ما ينحصروا ضمن هالجو هذا كمان، يعني خصوصا بهالفترات هاي نحن مركزين كثير على الاطفال اللي متواجدين ضمن المركز، حتى زودنا الايام اللي يتدربوا فيها بما انه كمان المدارس تسكرت، قلنا احسن ما يكونوا مثلا ضمن البيت او ضمن هاي العوامل النفسيه تاثر على نفسيتهم اكثر، فزودنا هالايام هاي، خلينا دائما مثلا بين كل فتره وفتره نعمل مثل حفله معنويه لهالاطفال نطالعهم من هالجو هاي، فهالسبب كمان خلى يخلق عندهم حب وروابط كبيره ضمن المركز، يعني دائما هن كمان يترددوا على المركز، اهاليهم يترددوا على المركز، طبعا هاي نحن نعتبرها خطوه نجاح بالنسبه لنا وللمراكز طبعا المتواجده ضمن المنطقه وشمال شرق سوريا بشكل عام. فلهالسبب نحن دائما نقول الطفل
كيف يعني الطفل لازم كل طاقتنا نحطها ضمن هالطفل هذا، لانه بالاخير نحن ايش نزرع ضمن هالطفل رح يرجع لنا نحن كوطن بشكل عام، او كنحن او كاسره الطفل، او كنحن كاشخاص ضمن المراكز الثقافيه، نعرف ايش رح نزرع ضمن هالطفل هذا رح يطلع بالمستقبل بشكل ايجابي اكثر. فلهالسبب كمان يعني طريقه عملنا حساسه رح تكون، يعني كمان المعلمين اللي يوقفوا على الفرق او اللي يوقفوا على تنظيم الفرق لازم يكون في عندهم الاسلوب اللي خاص فيهم يقنعوا الطالب، فيهم يقنعوا هالطفل انه بهالروح اللي عم مثلا بعيدا عن الحروب او هاي، فينا نقنع الطفل انه بحب المركز، حب الاغاني الفلكلوريه، حب ثقافتنا الاساسيه. فهالشيء كمان عاتق كبير يوقع على اساتذتنا، لازم هن يكونوا متحلين دائما بالاسلوب، الخطابه، ملمين ببعض المعلومات الثقافيه حتى نحن نقدر نفيد هالطفل بشكل اكبر. بالفعل حركه هلال الزيرين بالكم سنه الاخيره اثبتت بصمتها صراحه، بصمتها بينت ضمن المجتمع. نشتغل على اطفالنا اكثر من الكبار، لانه الطفل اليوم اذا انا ادربه على مبدا خلاص بده يكمل على المبدا هذا، فكل طاقتنا نحط فيهم ويتحلوا بالصبر، لانه الطفل من غير صبر او من غير اسلوب لائق ما فينا نجيب الاطفال او نكسبهم لصفنا، حتى فينا نحن بالمستقبل نبني مجتمع حر. يلي نحن اليوم عم نطلع مسيراتنا او عم نعمل فعالياتنا كله لخاطر هالامر هاي. طبعا من البدايه كمان هالمهرجان اللي راح يصير اكيد بالبدايه نهديه للقائد عبد الله وجلان، نهديه لشعبنا بشكل عام، لاطفالنا بشمال شرق سوريا بشكل عام كمان، ونتمنى التوفيق للجميع.